زي ما عرفنا الأسبوع الأول كيف تعرف الصيدلي الفاهم من أول كلمتين، اليوم بكلمك كيف تعرف الطبيب المتمكن من أول 3 دقائق، لأن التشخيص الصح مش بالشهادات المعلقة على الجدار. أولا، الطبيب الشاطر يخليك تشرح حالتك كامل ويسمع لك بدون مقاطعة. ثانيا، يسألك أسئلة دقيقة مثل متى بدأت الأعراض أو هل تستخدم أدوية ثانية لأمراض ثانية، عشان يعرف أنه ما بيحصل تداخل دوائي، لأن التشخيص الصح يبدأ بالسؤال الصح. ثالثا، إذا شرح لك المرض والعلاج بلغة تفهمها أنت، فهنا غالبا أنت أمام شخص فاهم مش مستعرض. رابعا، يهتم بتاريخك الصحي، يسألك عن السكر، يسأل عن الضغط، يسأل عن الحساسية، يسأل عن الحمل، يسأل عن الأدوية اللي قد استخدمتها من قبل. خامسا، تلاحظ أن الدكتور يحترمك حتى لو سؤالك بسيط. الدكتور المحترف ما يستهزئ ولا يعصب على المريض. فالدكتور الممتاز مش بس يعالجك، الممتاز هو اللي يخليك تطلع من عنده وأنت فاهم إيش عندك ومطمئن. ودمتم سالمين، تابعني المزيد عشان صحة حديث.